اهلا بيك يا صديقي في فيلمنا الجديد. قبل ما نبدا الفيلم ما تبخلش على اخوك بالاشتراك واللايك، قدر تعبي، اشتراكك هيشجعني ان استمر. انت لسه هتفكر؟ فيلمنا النهارده الكل منتظره كوبرا كاي الجزء السادس. بس الاجزاء اللي فاتت ده كوم والجزء ده كوم تاني. يلا ركز معايا واسمع القصه للنهايه. وبيبدأ المسلسل وبنشوف بعدها انتهت حرب الكاراتيه اخيرا زي ما شفنا الموسم اللي فات، وده بعد ما تيري سيلفر خسرت اخر ماتش ليها وكريس هرب. كريس بقى بيقرر انه يروح مع كام علشان يتفرج على الفريق بتاعها ويعرف مين ينفع يشارك ومين ما ينفعش. وبيشوف واحد اسمه جين ده معاه البيدج الذهبي، بما انه يعني متدرب قديم واكتر واحد بينفذ التعليمات، وبيتدرب على حركة اختراق دفاع الوش زي ما كانت بتقول له بالظبط. انما بيظهر واحد تاني اسمه كوان، وده بقى المتمرد بتاع الفريق، مش عاجبه اسلوب القتال القديم، تدريبه بيكون على هجومه على الوش على طول. لما كيم بتقول له انه كده بيخالف التعليمات، بيقول لها انا مفيش حاجة اسمها تعليمات، وان اصلا الغرض من القتال هو الفوز، وده بس بيحصل وقت الهجوم على الوش. بتقرر كيم انها تعاقبه وتبعته ينظف حمامات جدها عشان بعد كده يبقى يسمع الكلام. بس طبعا كريس كان عاجبه اسلوب كوان لانه بيفكر بيه لما كان صغير قده في السن. المعلمين كلهم بيجمعوا الطلاب وبيروحوا بيهم على بيت المعلم ميجاي ده علشان يكملوا تدريبهم هناك. وبيكشف داني ان في صندوق غريب مدفون تحت الارض، وطبعا كان متأكد ان الصندوق ده يبقى بتاع ميجاي، عشان كده بيقرر يطلعه من تحت الارض لحد ما بيشوف هيعمل بيه ايه. الناحية التانية كان برضو كريس مجمع كل الطلاب بتوعه وبتقف قدامهم كام عشان تقدم كريس وبتقول لهم انه واحد من افضل معلمين الكاراتيه في العالم. يبدأ كريس كلامه بيقول لهم ان اهم حاجة في البطولات الكبيرة الفوز دي محتاج عزيمة ومجهود كبير. بس في نص كلامه كده بيلاحظ ان جوان مش عاجبه الموضوع وبيرد بطريقة مستفزة. لما اجي اتكلم تسمع وتنفذ وبس. ويقرر دان انه يفتح الصندوق مع ان تشوزان ما كانش موافق على الموضوع، بس في الاخر فتحوا مع اماندا وتشوزن، واكتشف ان في شويه اغراض كانت تخص المعلم جاي. في نص الصندوق كان في خبر عن جريمه قتل سرقه حصلت، وان المتهم بيها كان واحد اسمه كيسوكي ميجاي، وده معناه ان كان قريب المعلم ميجاي. كمان بنلاقي داني البطاقه ميجاي اللي كان مكتوب فيها عنوانه، بس مستغرب داني لأن تاريخ الميلاد كان مكتوب غلط. وبيقرر إنه يروح مع أماندا وتشوين ويشوفوا إيه القصة دي بالظبط. والناحية التانية كان كريس بيستخدم أساليبه في التدريب علشان يفهمهم إنه مش جاي هنا علشان يهزر، وبيعاقب الصف كله تدريبات شاقة جدا. وطبعا كلهم بيفهموا إن ده بيحصل فيهم بسبب إخوان، وعشان كده واحد منهم بيضربه وبيقول له أنت السبب في كل اللي إحنا فيه ده. وقتها بيقرر كريس إنه التدريب ويقول لهم إن بكرة هنعيد التدريب ده من اول وجديد. بس بنلاحظ ان طريقه التدريب القاسيه دي مش بتعجب كام، اللي كانت شايفاه ان كل كده الطلبه مش هيحبوا بعض، ودي حاجه غلط. بس كريس بيصمم على كلامه وبيقول لها ان شخصيه البطل مش بتطلع غير بالطريقه دي. نرجع من جديد بقى لداني واللي معاه راحوا عشان يشوفوا موضوع جريمه القتل. بيلاقوا نفسهم في وسط حلبة ملاكمة قديمة، مش عارفين المفروض يسألوا فيها على ايه بالظبط. بيبدأ يسأل كل اللي هناك عن مجاي، وبيتصدم أول ما بيشوف واحد بيهرب من المكان. طبعا هما التلاتة بيجروا وراه لحد ما بيمسكوا تشوزن وبيضربوا. بس تاني بيقول لهم انتوا بتضربوه ليه؟ احنا في شرطة ولا شرطة ولا عايزين منه حاجة، احنا عايزين شوية معلومات عن مجاي. بنرجع من جديد لكريس اللي كان قاعد مولع سيجارة، وعلى باله فجأة راح لكوان وقال له انت بتعمل معانا كده ليه؟ بيحصل بينهم نقاش لحد ما بيقول له كريس انه عارف انه اقوى واحد في المجموعه كلها وعايز ياخد البطوله ويخليه هو ممثل كوبرا كاي. بس عشان يعمل كده لازم يوصل غضبه على الشخص المناسب. واول ما بيسمع الكلام ده كوان بيروح لزمايله اللي بيضربوهم معاه وبيفضل يضرب فيهم، وطبعا محدش فيهم كان يقدر عليه لحد ما بيوصل جن، وده الوحيد يعني اللي كان ممكن يقدر عليه. بس اخوان كان اقوى منه فبيضربه وبيرميه على الارض، كمان بياخد منه الباكج بتاعه. بتشوف كان كل اللي بيحصل ده وبتعرف ان كريس هو اللي عمل كل ده، وكوان بتبدا تخاف منه عن طريق تدريبه في اسلوب القتال. بتقرر انها تستنى لحد ما تشوف هتوصل لايه. نرجع من جديد لداني اللي بيعرف من الراجل اللي مسكوه في الصاله انه مجاي هو اللي قتل وسرق طلال غالية وهرب من المكان، وعشان كده نور بطاقته عشان محدش يقدر يتعرف عليه. الكلام ده كان هيجنن داني اللي بيفضل يفكر هو ليه جاي عمل حاجة زي كده وليه خبى عليا طول الفترة دي. تاني يوم بقى بيروح داني عشان يحضر الإعلان عن البطولة، وأخيرا كله كان عايز يعرف
البطولة هتتنظم فين؟ فعلا بيعلنوا إن المسابقة هتبقى برشلونة وفيها أسبانيا، بس الصدمة بقى إن القوانين الجديدة بتقول إن كل مدرسة مسموح لها تشارك بست مقاتلين بس، ومن الستة دول هيبقى فيه قائد، ده اللي بيشارك في الماتشات الفردية. طبعا خبر زي ده بيصدم الكل، إن كده مش كله هيسافر. طبعا كل الطلاب كان نفسهم يشاركوا في البطولة دي، مع إنهم كانوا عارفين إن الفرص صعبة، وكده كده في بتاع 5 مضمونين إن هم هيشاركوا. بس جوني مش عاجبه الموضوع ده، عشان كده قرر انه يخلي الطلاب يواجهوا بعض واللي هيكسب هو اللي هيشارك. لما اللي راح لداني مكان شغله عشان يقترح عليه الكلام ده، داني رفض، قال له انهم كده يخليهم يكسروا بعض عشان المشاركة، ودي حاجة مش صح. واقترح انه يجيب حكم من بره ما يعرفش حاجة عن الكل في المكان، وهو بقى يبقى من يستحق. من تاني يوم بيقدم داني المعلم فرانس، يقول لهم ان بونز ده هيبقى الحكم عليهم وهو اللي يختار، وهم اللي هيشاركوا على طول. بونز ما بيضيعش وقت، وقال لهم انا ما اعرفش عنهم حاجه، وبيختار بناء على النتائج اللي قدامه، وبيقول لهم انهم هيعيشوا في نفس جو البطوله عشان ما حدش يتصدم لما يروح هناك. اول اختباراته كانت السرعه والتحمل والقوه مع بعض. لما داني بيحاول يعترض بيقول له بونز انهم جابوه علشان يشوف شغله، لو حد هيتدخل في شغله هيسيب المكان وهيمشي خالص. وبتبدا الاختبارات، وبونز واقف وشايف كل حاجة، وعمل يسجل درجات كل واحد فيهم. وبعد ما التدريب بيخلص بيقول لهم انهم لسه عايشين، بس ده مش معناه انهم يعرفوا يكسبوا ماتش. بيعلن اسامي ال 12 اللي كسبوا معاه اول جولة، اللي تأهلوا للتصفيات الأخيرة، وهم هوك وروب وسام وتيروفيك وديفو وانطوني وديمتري وناد ومجال وكارسو ماتش. وبقول لهم الباقيين انهم هيبقى ليهم فرصه بس السنه اللي جايه، عشان خلاص كده السنه دي خلصنا خلاص وخدنا ال 12. فبيقرر انه يقسم ال 12 دول مجموعتين ويخليهم ينافسوا بعض علشان يقدر يوصل لافضل 6 يشاركوا في البطوله. والمنافسه كانت بسيطه جدا، لكن كل واحد منهم متعلق فيه برايه. اكتر واحد بقى ياخد رايات في النهايه، ولو كده يبقى هو اللي كسب. واول ما تبدا المسابقه بيفضل دون واقف جنب برونز، بيقول له خليك مركز مع ديفون عشان دي احسن واحده فيهم في القتال. بيقوم بس برونز بيتخانق معاه وبيقول له سيبني اشوف شغلي. بيقول لهم انا هراجع ملاحظاتي بالليل عشان يعرف مين اللي هيشاركوا تاني في المسابقه بالليل. بيروح له جون لبرونز بيساله اذا كانت ديفون هتنجح ولا لا، فبيقول له لا برونز انها فاشله ومش هتنجح معاه. وهما الاثنين بينزلوا ضرب في بعض لحد ما بيطلب منه جوني انه يبقى عادل ويحاول ما يظلمش حد. فعلا تاني يوم بيطلب برونز ان الثمانية اللي خسروا يحضروا، وبيقول لهم انه هيقرر يديهم فرصة جديدة بما ان كل المستويات قريبة. والمرة دي بقى الفرصة كانت اصعب، لانهم المفروض يلاقوا رايتين موجودين في نص الغابة. كله بينطلق للغابة، وطبعا كيني كان اسرع واحد في المسابقة كلها. فجأة وقبل ما يوصل الراية بيحس ان بطنه وجعاه وعايز يدخل الحمام، وبيرجع وبينسحب من المسابقة. وطبعا بتتسابق ديفون اللي بتقدر انها توصل لاول راية وترجع بيها وتعلن نفسها خامس واحدة هتسافر اسبانيا. الراية التانية بيوصل لها هوب الأول، بس هناك بيلاقي عندها ديمتري، وطبعا هوب كان أسرع منه بكتير، فبيمسك الراية قبله وبيحاول ديمتري ياخدها منه، بس هوب بيضربه وقعه بعيد. ولما بيروح هوب عشان يعتذر لديمتري على اللي حصل بيضربه ديمتري وبيرميه على الأرض، وبياخد الراية وبيرجع جري بيها علشان يبقى المنافس السادس في الفريق اللي هيروح أسبانيا. بتروح ديفون بعد المسابقة تطمن على كيني اللي كان متضايق، وبيقول لها احنا حاطين لي حاجة في المية وخلانا ادخل الحمام كتير، وانا شاكك في انطوني اللي اكيد لسه زعلان منه عشان ضرب هو جامد امبارح. بعد ما بيمشي بنلاحظ ان علبة الملين اصلا في شنطة ديفو، ده معناه ان هي اللي حطت الملين. لكن عشان تتخلص منه تاني يوم بتروح للمستشفى عشان تطمن على امها، والدكتورة بتطمنها ان الدنيا ماشية تمام لحد دلوقتي وما حصلش اي مشاكل تانية، وكمان الحالة بتتحسن. ولما بتمشي تروح من المستشفى بتحس ان في حد ماشي وراها، ولما بتلف عشان تضربه وتصطدم انه كريس، وبيقول لها كريس انه لسه قوي بيعرض عليها تنضم لفريق كوبرا كاي. بس طبعا تروي بترفض وتقول انها اخر مره كانت عايزه منه مساعده وراحت تزوره في السجن، قال لها تبعد عنه ورفض انه يساعدها. وشوف كريس تيشيرت تروي مع ميجاي، فبقول لها انها غبيه وهتبقى فاكره ان نفسها منهم، بس مع اول غلطه تعمل لها هيتحط لها عليها تروي. كانت اصلا جابت اخرها من الكلام وتضطر انها ترجع عشان تكمل تدريب هناك. التدريبات الاخيره للفريق وبيمسك جونه حصه التدريب دي، وبيتضايق داني جدا وبيحس ان جونه مزودها وان المفروض الدنيا ما تمشيش بالشكل ده. وبيقول لجونه ان دلوقتي ده لحظه اختيار قائد للفريق. وبعدها بترجع تروح بيتها وبتلاقي الاكل متساب على النار، وبتقول لها طفوا النار بعد كده، بس امها مش بترد عليها. وفجاه بتلاقي امها واقعه على الارض
عشان كده بتاخدها وبتروح بيها جري على المستشفى. هناك الدكتور بتقول لها ان امها عندها جلطه، وطبعا دي حاجه بتعصب تروي لانها الدكتور قالت لها انها امها بتتحسن. بنروح بقى لداني اللي ضحك على جون وخلاه يركب عربيه من عنده على اساس يعمل له محضر سرقه. وطبعا داني عمل كده فيه علشان يبعدوا عنه ويجرب الاطفال براحته، بس طبعا جوني بيكتشف المقلب وبيروح لداني يهزقه وبيقول له ان دي مش طريقه تدريب ولا اسلوب صح يعني. بس برضه داني بيبعده وبيطلب منه يروح يرجع عربيته. بس بما ان جوني شغال في شركه داني ولازم يسمع كلامه، تسمع اماندا وبتروح تساله ايه اللي حصل، وبتعرف اللي داني عمله وبتطلب من جوني انه يسكت كده ويهدى شويه، وبتحكي له ان داني حاليا مصدوم صدمه عمره بعد ما عرف ان اللي جاي ما كانش هو الشخص المثالي زي ما كان فاكر. طبعا الفضول كان هيقتل جوني وبيسأل عن الصندوق وكان ايه اللي موجود جواه. طبعا اماندا بتقول له. ثم بقى تاني يوم بتبدا منافسات اختيار القائد. بيطلع روبي لاعب ميشيل، وطبعا روبي ما كانش شايف قدامه لانه قلقان على تراوي اللي اختفت فجأة ومش بترد عليه، وبيخسر لصالح ميجيل اللي كان خلاص فاضل له نقطة ويكسب هو الماتش، وبقى أول قائد للفريق. بعدها بيبدأ ماتش تروي وسام، وطبعا تروي كانت مشغولة على أمها اللي تعبانة كان عليها، بس اللي بيحصل ده بيخليها أعنف وبتقدر إنها تتعادل مع سام وكمان تضربها ضربة كده بغل من ورا الحكم. لحد ما فجأة المستشفى بتتصل بأمان دي بتقول لها إن أم تروي ماتت. طبعا اماندا بتطلب انها توقف الماتش اول ما بتسمع الروبي، تعرف ان امها ماتت وتبقى نفسها تكمل الماتش لان دي الحاجه الوحيده اللي امها كانت عايزاها تعملها، وبتطلب منها ان الماتش يكمل. بس داني بيرفض ويقول لها ان دي مشاعر مختلفه وهي محتاجه تهدى شويه. طبعا جوني كالعاده بيختلف معاها وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض وكل واحد بيبقى مصمم على رايه لحد ما بيقول جوني انها يكمل معاه لحد نهايه البطوله. بعد كده بيسيبها للأبد. تاني يوم بيعمل داني اجتماع أخير قبل السفر، وبيقول لهم الكل هيشارك إن تروي مش هتقدر تسافر بس بسبب اللي حصل معاها، وعشان كده بياخدوا هوب مكانها. وطبعا هوب بيبقى طاير من الفرح ومش مصدق نفسه لما بيلبس داني شارة الكابتن لروبي وبنته، وبيكتشف عليها نفس العلامة اللي على شريط ماجي، وبيفهم إن أكيد شارك في البطولة دي قبل كده. تاني يوم على طول بيسافر الفريق ويوصل برشلونة مقر البطولة، وهناك بتبقى الصدمة صدمتين. الصدمة الأولى لما بيشوف فريق كوبرا كاي واقفين ومعاهم كام كريس، والصدمة الأكبر بقى لما بتدخل تروي مع فريق كوبرا كاي بعد ما أقنعها كريس إنه بتلعب معاها هنا